الفيديو ده وصلني تقريبا ان انا كنت هعيط، ولكن تماسكت وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. بحثت عن الموضوع واكتشفت ان في واحد اسمه حمدي حجاج هو اللي عمل كده. ومن وجهة نظري علشان ما ناكلش في بعض، احنا كبشر في دولة واحدة المفروض القانون هو اللي يتدخل في حاجة زي دي. ولو في فئة معينة من الناس شايفة ان ده تمام وبيدعموا اللي بيحصل ده، ففي فئة تانية أنا منهم مش قابل باللي حصل ده. محدش يديك الحق أبدا إن لو الكلب ده زي ما انتوا بتقولوا كان مؤذي إن انت اللي تتصرف معاه. الكلب سمح لك إنك تربطه، بدل ما كنت تديله الحقنة اللي موتته كنت بلغ الجهات المسؤولة. ولو هم يا سيدي موتوه شافوا إن ده الصح ليه، هيبقى بره عنك، هتكون عملت الصح. إنما مين اداك الحق إن انت تقتل روح بريئة بالشكل ده؟ قانونيا مش عارف أعمل إيه. انا مش اكتع يعني، عندي ايد ورجل واعرف اضرب كويس، بس احنا مش في غابة وفي قانون، وده اللي احنا بنتعامل بيه. اتمنى نتكاتف عشان نجيب حق اللي راح، وعشان كمان نضمن حق اللي جاي. وصدقوني اللي يعمل كده في كلب توقع منه اي حاجة.